السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفتين مع بعض بالبطاطس. مش هنمل خالص من البطاطس تاني، هنعملها بطريقة حلوة. تمام. الاول بنجيب البطاطس وبنحطها في بولة فيها مية لغاية ما الطينة تلين، وبنغسلها حلو جدا بالفرشة بتاعة الاكل وكده، اللي هي اللي مخلينها خاصة بالبطاطا والبطاطس وكده، بنغسلها كويس يعني. انا عندي هنا بطاطس كبيرة هعمل بيها وصفة، والبطاطس الصغيرة هعمل بيها وصفة تاني. انا كلهم هحطهم في الحله وفي الميه، وهسيبهم يتسلوا على البوتاجاز. وكنت حاطه في الميه معلقه ملح. تمام. بحطهم كلهم يتسلوا مع بعض، ما تقلقيش من الصغير والكبير، كله هياخد سوا واحد. انا هسلوهم بنسبه 80%، مش هسلوهم سلق كامل. انا هنا كانوا اتسلقوا معايا. طبعا هحط الصغير ده وحده. هعمل بالكبير دي وصفه الاول، ان انا هقطع البطاطس زي ما انت شايفه كده 4. تمام. كل نص 2 تاني. ممكن تسيبيها بالقشر كده، وممكن تقشريها. طبعا الاولاد عندي ما حبوهاش يعني ان انا اسيبها بالقشر، بس انت لو عايزه تسيبيها بتبقى حلوه خالص ومش باينه بعد التحمير. انا ببدا اقطعهم كده زي ما انت شايفه كده، حوالي 4، كل بطاطسيه 4 قطع. تمام. انا كده كنت خلصتها وقشرتها. هنزل بقى بالحاجات اللي انا هحطها عليها. هنزل بحوالي ربع كوبايه من الزيت، مش بنزل بالكوبايه كلها، هي حوالي ربع كوبايه كده. وبقلبهم كويس. بجد حلوة جدا جدا، هايلة. وتغيير عن البطاطس الاعتياد اللي احنا متعودين عليها، اللي هي المسلوقة او المقلية. لا بجد روعة خالص، حلوة جدا، تنفع غدا وتنفع عشاء. حلوة خالص. ممكن تعملي معاها وصفات تانية وتمشي غدا. حلوة خالص بجد. بعد كده هحط معلقة نشا كبيرة. تمام. وبعد كده بهارات، عندي بهارات فراخ او بهارات لحمه، او توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وحبه ملح على حسب الرغبه. يعني لو عندك بهارات فراخ حطي، لو عندك بهارات لحمه حطي، يعني حاجه من الاتنين. وايه تاني، توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وملح. وانا هنا حطيت معلقه بقسماط كبيره. تمام. وكان عندي جبنه موتزاريلا، لو انت عندك جبنه رومي، عندك جبنه موتزاريلا، عندك جبنه شيدر، اي جبنه عندك تبشريها في كده في الكبه وترشيها كده وتقلبي. بعد كده هجيب صينيه ادهنها زيت، وابدا بعد كده ارصهم في الصينيه وادخلهم على تحت الشوايه، لان هم خلاص مستويين يعني مش محتاجين. بدخلهم تحت الشوايه حوالي كده ربع ساعه، وتطلعيها متحمره. بجد هايله جدا جدا، طعمها تحفه. الجبنه بتبدا تسيح عليها والطعم بيبقى حلو خالص ومختلف، وكمان صحيه ما فيهاش زيت قلي كتير. بجد طريقه حلوه خالص، جربوها. هبدأ ارصها هنا، والخلطة اللي واقعة برضو بحطها على الوش برضو. انت اي جبنة عندك بقى، مش لازم جبنة موتزاريلا، جبنة رومي هتبقى حلوة خالص. يعني لو عندك جبنة رومي هتبقى هايلة بجد. وبعد كده بتبدأ ترصيها كده وتدخليها على الفرن تحت الشواية. تمام. مش هتاخد معاكي ربع ساعة. انا ببدأ بقى في الوصفة التانية. البطاطس الصغيرة بقطعها 3 قطع. عندي جزرية مبشورة وثوم مبشور معاه فلفل شطة، وبرده شوية جبنة وكزبرة شبت. ودي هنا كزبرة وفلفل اسود وثوم باودر وبصل باودر وكمون. تمام. يعني في البهارات هنا معايا كزبرة وكمون وملح وفلفل اسود وثوم باودر وبصل باودر. تمام. انا ببدأ اقطع البطاطسية 3 قطع زي ما انت شايفة كده. خلاص. دي بقى بجد حلوة حلوة جدا جدا جدا. يعني هما الاتنين احسن من بعض، بس انا بفضل دي لانها طعمها هايل بجد الصراحه، حلو خالص. انا بنزل هنا في معلقتين زيت، بحط التومه ومعاها الفلفل شطه. لو مش عايزه حوش الفلفل الشطه عادي مفيش مشكله، بس هي بيخليها حلوه قوي، مش بتبقى مشطشطه قوي يعني. وبعد كده بنزل بالجزرايه المبشوره. ماشي. وبقلبهم شويه برضو. وبعد كده بنزل بالبهارات اللي هي الثوم توم باودر وبصل باودر وملح وكزبره وكمون. وبقلبهم شويه، بياخدوا كده تشويحه كده على البوتاجاز. وبعد كده بنزل بالبطاطس بقى، تفضلي تقلبي في البطاطس حوالي كده 7 دقايق كده على البوتاجاز لغايه ما ياخدوا لون كده حلو ويتجانسوا مع البهارات والجزر وكده. وبتنزلي بقى بالبشر الجبنه. هي انا عملتها قبل كده بجبنه رومي، كانت هايله برضو حلوه خالص. وبنزل عليها بالشبت. لو عندك بقدونس حلو برضو او كزبره، بس بتبقى حلوه خالص بجد. الوصفه دي حلوه جدا جدا، بتفضلي تقلبي فيها شويه على البوتاجاز، حلو خالص.
لغايه ما الجبنه تسيح والبطاطس تاخد في البهارات. بجد هايله خالص. وهنا كنت خلاص يعني هنزلها خلاص كده، هي استوت تماما. وبتقدميها بالمنظر ده. هنا الجبنه اللي طلعت اللي عليها الموتزاريلا والبطاطس التانية. بجد هايله. ممكن تقدمي معاها بتنجان مشوي، ممكن تقدمي معاها سلطه، ممكن تقدمي معاها اكلات تانية. بجد حلوه خالص وخفيفه وطريقه غير التقليديه اللي احنا متعودين عليها. ودي طعمها تحفه بجد والله. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. لايك وشير عشان يوصل له كل جديد، ويوصل له كل جديد من ابتكارات البطاطس. انا قدمت معاها بتنجان مشوي وسلطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.